ما كان في أسوأ من التمر في الصباح. كذا نسبة السكر في الدم صقعت يعني على الآخر 3 حبات تمر، وهذا طبيعي. يعني التمر ما فيه ولا سكر إضافي ولا أي شيء مكرر، فأعتقد إنه مضر. الكلام ده حقيقي في أي حاجة بتاكلها بتكونتين شوجر أو كربوهيدرات، يعني فيها سكريات أو كربوهيدرات، إلا في التمر سبحان الله، وغالبا في العسل الأبيض كمان. للأسف أنا دلوقتي ما عنديش مونيتور أقيس لكم بيه لو كلت بلح إيه اللي هيحصل، بس لقيت الفيديو ده على الإنترنت. See what dates do to my blood sugar. Over 54 grams of sugar. And there's a lot of sugar in these. So I'm really curious to see what it's going to do to my blood sugar. Okay, it's been a couple of hours after I've eaten the dates. Let's have a look at the monitor to see what happened. See here the dates did not increase my blood sugar that much. يعني الراجل ده باختصار بيقول لك بص يا زميلي، أنا كنت مفكر إن بسبب كم السكر اللي موجود في التمر إن معدل السكر في الدم هيرتفع جدا، ولكن النتيجة أبهرتني. ده واحد محتواه كله بيتكلم عن أنا لو كلت إيه هيأثر إزاي في سكر الدم. يعني لو دخلت عنده على البيج هتلاقي كل الصفحة بتاعته حاجات بياكلها ويمونيتور معدل سكر الدم. فلما يتفاجئ إن البلح الحاجة الوحيدة، فهو ده أعتقد قياس كافي إن أنا أصدق إن أنا لو كلت بلح هذا غير مضر.